يدي ولساني من فؤادي وجسدي أمام إلهي والأزل ما هي الخير يبث امتدادي جملة هذا النبي من النبي والبارز القلب والنفيس يمين النبي بما هدايا لسيدنا عليه صلاة الله ذي الخوف والحذير عليه سلام الله في سبيل الرحيم هداني كل خديما له به بيت تساخر بالبحر كنت سامي يسيرني كالأرض والسام سرمدا ولقد سر خبر خيره المهين يصلي بتسليم عليه بآله
ومر صلى الله عليه وسلم بقديد على أم معبد الغزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبناه فمسح الدرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت وحلب وسقى كلا من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه فقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبد بقدرة لبنية فقال مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جسمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش وأقسم بكل إلهية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين 12 ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سسين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ملكت بربي مخجل الموج واليمين بما جلس أزل الفلك كالخميم ملامي وحاجاتي لربي توجعا
وسن عن الوسن مجيب المجاب المنتدب لكل داء مبيع ومابوس من الحب والوجع مديع الجلال جل معلل مليء ومعصوم من الناس والوهم مدينة علم متجملة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم ما لا عني بالنبي كل فاسد وسرت بي خديما بلا خميل من الله رب العرش أمضي صلاته بتسليمي للمصطفى موجب اليمين من الله رب العرش أمضي صلاته بتسليمي للمصطفى موجب اليمين وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أهدب الأشفار قد منح الزجاج حاجباه مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعده ديداب حسن العرنين أقناه بعيد ما بين المنكبين سبت الكفين ضغم الكراديس قليل لحم الحقب كس اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمع النور وعلاه وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحت من سبب ارتقاه وكان يصافح المصافحة بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويدعوها على رأس السبي فيعرف مسه له من بين السبية ويضراه يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراح ولا بشر يراح وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوه ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس وحمارا بعد الملوك إليه أهداه ويعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتيت مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه
وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزه ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضاه. وها هنا وقف بنا جواد المقال عن التراد في الحلبة البنانية وبلغ ظاهن الإملاء في فدافد الإيضاح منتهى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء وأولهم بصورته ومعناه وبآله وخير خديمه كواكب أهل البرية كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاح وبأصحابه أولي الهداية وخير خديمه ذي الحبل المتين والأفضلية الذين بسلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبصروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وأن تخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه وتكفينا كل مدل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنيناه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه. اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية وأسقنا غيثا يعم انسياب سيبه السبسب ورباه واغفر لناسي هذه البرود محبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحق له ولنا الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله ومقيلنا وسكناه واستر له عيبه وعيبنا وعجزه وعجزنا وحسرنا وعيه وكاتبها وقارئها ومن أساغ إليه سمحه وأسخاه
من على قارئ ذي الحروف بما يفوق التن من محروف اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقرات جوهرية وتحلت صدور محالف منيفة بحقود حلاه وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Sudah